السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ يا رب الكل بخير. رجعت وياكم في فيديو جديد، وإن شاء الله هذا الفيديو يكون ينال إعجابكم، وإن شاء الله ما تقصرون وياي باللايكات الحلوة من يديكم وتعليقاتكم الجميلة، وأيضا الاشتراك حتى نحقق الشروط مال هاي القناة اللي تعرفون هي قناتي جديدة. فأتمنى من عندكم ما تقصرون وياي يا عمري انتم. فحبايب قلبي، يعني أنا انقطعت عنكم كم يوم. تعرفون أنا قبل بين يوم وما نزلكم بسبب يعني صارت حالة وفاة اللي هو أخو صديق إنه يكون يوتيوبر، ونفس الوقت هو مدير لكل قنواتنا، ويحقق يعني يساعدنا بكل خطوات، ويعلمنا على كل خطوات القنوات مالت، يعني مو بس أنا، كل البنات اللي وياي. فالحمد لله والشكر على كل حال، اللي هو يعني أخ وصديق يكون إنه نفس الوقت استشهد بحادثة الزوار اللي هي تكون حادثة أهالي البصرة، الأستاذ حيدر. ربي يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله يكون من أنصار الحسين بحق الحبيب محمد، إن شاء الله شفيع الإمام الحسين. طبعا بنات، يعني هذا اليوم صار علينا ما أعرف شلون، نحسه يوم أسود صراحة. يعني حيل انقهرنا، حيل حسينا يعني مكانك صار فارغ. حسينا بقلوبه صار وحشة، يعني صار علينا يوم صعب صراحة. ما أقدر يعني أحكي لكم وأشرح لكم وأجيب لكم طاقة سلبية، بس أختصر الفيديو وياكم حتى تترحموا له وتقرون الفاتحة إلى إن شاء الله على روحه الطيبة الطاهرة. لا تنسونا حبايب قلبي من ذكر دعاكم والفاتحة. فحبايب قلبي، هنا أنا أول ما بديت الفيديو وياكم حبيت أشارككم إنه أنا هنا سويت ثواب للإمام القاسم عليه السلام. طبعا سويت ثواب صينية ووزعتها. طبعا أنا قريت عليها، ما جبت ملة ولا عزمت أحد. فمثل ما أني أسوي ثواب بنات، لا تكلفون على نفسكم، حسب مدة إيدكم. ذكروا أهل البيت بثواب بسيط بينكم وبين عائلتكم. شلون أني هسه جبت ثواب، شفتوا شلون عزلته وسويته ورتبته وخليته بالأكياس وقريت عليه. إذا ما تعرفون تقرون عليه عادي، تقرون عليه صورة الفاتحة وتهدوها للإمام القاسم أو الإمام الحسين، أو بس فقط يعني تشغلون قصيدة عليه مال الشباب القاسم أو شي. فأنا قريت عليه قصيدتين أو ثلاثة، وقريت عليه الدعاء ووزعناه للمنطقة. لا عزمت أحد، لأن تعرفون أني ما عندي مكان وشقة. فحبايب قلبي، هنا هواي طلبتوا من عندي بهذه القناة الجديدة، عارفينها عليت، وأنا هواي شرحت لكم إنه أنا قناتي الكبيرة هي قناتي يوميات أم ملوكة. يوميات أم ملوكة، بس اكتبوا بالبحث تطلع يمكم. هي قناتي الكبيرة وبيها فيديو تعريف عني، وقناة يعني هواي حاكية عني وعن وضعي وعن مكاني راح تعرفون عنه كل شي، بس يدخلوا عليها حبايب قلبي انتم. عمري هنا أنا بنات كملت التوزيعات وجهزت يعني كيستها وتهيأت، بعد كملت شغلي لأن أنا أقعد من الصبح من ورا الجهال ما يخلوني أنام. فكملتها ورجعت عند الثلاجة، قلت تحتاج غسل اليوم لازم لازم، لأن عند الجهال من يجون ياكلون أو شي ما أعرف شي يسوون بالثلاجة، تلفوها تلاف. فقلت لازم اليوم غسل، ما بيها مجال. فطلعت كل هاي الحافظات مال المسواق، غسلتها جلفتها مثل ما تشوفون. لازم الرقوة شوية تصير شو اسمه بالسلة، يلا يعني تحسون اكو راحة وتعاش وتنظيف حبايب قلبي. فهنا أنا غسلتهم غسلة من القلب. وبعدها أكيد بعد ما نظفتها الثلاجة كلش زين، ضروري أمسحها بخل، ببصلة تخلون شوية بمرشة، تخلون مي وخل، هذا الخل خل التفاح اللي هو الأبيض، وتخلونه ترجونه كل زين. وبعدها ببصلة وتعقمون كل السلات مال الثلاجة، وأيضا الثلاجة على مو شنو ما يصير حثان، ما تطلع ريحة مال أكل معفن أو شي. فراح تكون ريحتها طيبة الثلاجة، وتزيل أيضا الزفرة مالتها. إذا مرات مخلين بيها دجاج أو لحم أو شي ونازل دم أو شي، يصير زفرة بترى بالثلاجة. فهنا أنا همينة جلفتها الثلاجة، وأكيد غسلتها غسل بالمي، ما مسحتها مسح، لا غسل حتى كلش تنظيف من القلب. وهنا أنا بديت أعزل المسواق وأرتبه وهاي الحافظات حبايبي مثل ما تشوفون. وبعدها كملنا ثلاجتنا ورتبنا مسواقنا بيها مثل ما تشوفون بهاي الطريقة.
وهنا حبايبي جيت أسوي الغداء. تعرفون هذا يومنا وهذا روتيننا، وهذا هو يكون إنجاز إن إحنا كنساء نخلص من شغلة وتطلع لنا شغلة الأخ، فهذا كله علينا مريود وكله تراكم كإحنا نساء. لأن تعرفون عندنا جهال، عندنا بيوت، أكيد أزواجكم بالشغل يجون بهذا الوقت الحر اللي يقتل الكتل، لازم يريد له لقمة حلوة ياكلها حارة، تجهزوها إلي تطبخون. فهنا أنا شنو اليوم مسوية سمك تمن أحمر، أيضا حامسة طماطة وإيه حبايب قلبي. هنا أنا جهزت السمكة مالتني، شويتها طبعا بالفرن، وما شاء الله نركض ركض ويا الكهرباء. تعرفون الكهرباء ساعتين ب6 ساعات يلا تجي. فمن الصبح أنا جهزت وشويته، وبعدها طبخت الغداء مثل ما تشوفون، وسوينا التمن الأحمر ويا الليمون والخيار والبصل. أكيد السمك ما يحلى. وهنا حبايبي كملنا غدانا، جهزنا الغدا مالتنا، وإن شاء الله سهمكم مليون ألف عافية. وأتمنى من عندكم حبايب قلبي لا تنسوني. تعرفون هاي القناة جديدة بعدها ومو مكملة الحقوق مالي، يعني الشروط. ايه حبايب قلبي ما مكملة الحقوق الشروط عفوا مالت القناة. تعرفون لازم 1000 متابع أكمل ضروري هاي الفترة. أيضا ساعات لازم أحققهم قبل هاي، يعني قبل سنة أكون أنا مجهزة كل هاي الشروط بهاي القناة. فأتمنى من عندكم ما تقصرون وياي، وما تنسوني بتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الحلوة. ومثل ما تشوفون طبعا بالفيديو السابق أنا شاركتكم الحصة اللي نزلت، قلت لكم هي نزلت يمنا فقط تمن وزيت ومعجون، واكو بنات قالوا اليوم نزلت يمنا التكملة مالتها. طبعا شكر ما نزل، قلت لكم. فهنا أنا بنات صحيح رجعت التكملة مالتها ونزلت، نزل الشكر هذا مثل ما تشوفونه، بس هي ما نزلت سوا، يعني بين شي وشي جت متقطعة. ومثل ما تشوفون حبايبي اجا الشكر، وهذا الشكر اجا الحمد لله على كل حال. يعني صراحة أنا خفت قلت خاف قطعه الشكر. المهم حبايبي واجت الباقوليات اللي هي حمص العدل. هاي المرة ماكو حمص مطحون، حمص عدل وعدس. هاي هي التكملة مالتها فقط مثل ما تشوفون حبايب قلبي. فهنا أنا حبيت شوية أعزلهم وياكم، شوية أخليلكم حماس، أخليلكم ماهس، يعني شوية أعطيكم طاقة. مثل ما تشوفون عزلت الشكر ويا هذا الحمص العدل اللي اجي. وإي بنات هذا الحمص العدل اللي شفتوه ويا العدس هذا اللي وصلنا، مع يعني نقوصات الحصة اللي رجعت وزعوها ويا الشكر. والحمد لله على كل حال مثل ما تشوفون. طبعا اكو بنات هواي قلتولي ليش الفيديو تسدينه وترجعين تحجين مرة ثانية، يعني يقطع الصوت. فأكيد حبايب قلبي يعني أنا مو على طول الفيديو أحكي، ما يصير هيك واحد همينه يتعب. واكو شغلات نحكي بيها واكو شغلات يعني واضحة قدامكم مثل ما تشوفون شلون جاية أعزل، جاي أشتغل، فما يحتاج أشرح لكم أو أحكي لكم أنا سويت هيك وهيك. صح ولا غلط بنات؟ فأتمنى يعني أنا أكون صريحة وياكم. ليش أدوخكم وأتعبكم وياي، ومو كل شي يعني لازم أحكي بيه أني، أنتم جاي تشوفون. طبعا هنا البنوتات ما جاي قعدن، جاي يشوفنكم عود. هاي تسوي لكم ملوكة، تسوي لكم الحمص، وأختها تسوي العدس. يعني شوفوا شنو جاني محباتي يشوفنكم طبعا مثل ما تشوفون حبايبي. طبعا هنا بنات خليت العدس بهاي الحافظة مالت شاي عندي، غسلتها كلش زين، وخليت العدس بهاي الحافظة كلش حابتها تكون مال الطرشي يسوون بيها بالبيت. فقلت خلي العدس هذا بيها أحفظ له وأرتب يعني، وخليها بالكاونتر أحسن بنات، أحسن من العلاليق وهاي والأكياس، لأن كل شوية ينشق ويترس الكاونتر ترس. طبعا أنا عندي حافظات علب مخلية بيهم هاي الباقوليات، بس يكون حجمهم يعني مال استخدام يومي، حجمهم صغير ما ياخذ هيجي شغلات كميات هواي. وهذا الحمص العدل أيضا قلت خليه أسلق منه، لأن يحبونه أسوي ويا التمن أكبسه إذا أسلقه جمده، ويا الدجاج أخليه ويا مرقة الدجاج كلش يطلع طيب. فأخذت لي منه كمية شوية قليلة،
وراح أنقعه ثاني يوم الصبح إن شاء الله أغسله مرتين أو 3 حتى تطلع ريحة مال النقعة مال المي، وبعدها أخليه يسلق على النار فساعة هيجي وأطفيه، وبعدها من يبرد أكيد أصفيه وأخليه بالفريز، وأحتاجه أكيد قلتلكم أخليه ويا مرقة السوب أو ويا الدجاج أو ويا التمن فكلش يفيد. ولهنا يا عمري وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى فيديو اليوم عجبكم، وألتقيكم فيديو قادم مع